السلام عليكم، مرحبا بكم معايا قناتي عالم الفن والتنوع اللي هي القناة ديالكم ديال القصص. كنتمنى القصة ديال اليوم تعجبكم. كتقول صاحبة القصة: أنا سميتي فريدة، كنت عايشة مع ماما وبابا وخوتي. بابا كان تاجر وكان ميسور الحال، يعني الحمد لله كانت حالتنا مزيانة وما كان ناقصنا والو. الدار ديالنا كانت كبيرة، فيها الطابق التحتاني والطابق الفوقاني، فيها حانوت ديال البيع والشراء ديال بابا، وزيد عليه البيوتة والصالون كبير. المهم الدار كانت عندنا كبيرة ما شاء الله. عاد نجيو للطابق اللي الفوقاني اللي عليه دايرة القصة. هو كان خاوي تقريبا، ما فيه حتى شي واحد، ولكن بابا كان مجهزو، داير بحساب ان خوتي الولاد بقاو يطلعوا ينعسوا فيه. المهم انا بداك الوقت كنت مازال صغيرة وكنت حابسة القراية. ماما كانت ديما كتقول لي نطلع لذاك الطابق نقاد ونقيه. المهم كنت كنطلع كل صباح ونبقى الصباح كامل انا نمسح ونجفف ونقي السراجم ونشطب. وإلا شي نهار ما قدرتش نجمعه مزيان كانت ماما كتبقى تغوت عليا تقول لي علاش ما طلعتيش للفوق، علاش ما قديتيش، علاش ما درتيش، علاش. المهم انا كرهتني في داك الطابق، لان هاد الطابق كان دائما هو سبب المشاكل بيني وبين ماما. ديما علاش ما طلعتيش، علاش ما نقيتيش، علاش ما درتيش، علاش. وكان بابا فيما كيسمعنا كانوا كيتخاصم معها، كيقول ليها راه البنت عيات، جمعي راسك ولا شوفي شكون اللي يجمع لك. كتقول لي حتى انا عييت وتا حنا كذا وحنا. دابا كيقول ليها المشكل ديال ولادك هو اللي ساكنين فيه، زوجيهم وهني راسك وما يبقاو يجمعوا لك ويجيبوا اللي يجمع لهم. ايوا بيني وبينكم ماما عجبات الفكره، قالت هذه نيت فكره منها يعاونوني ومنها يعاونوا رجالهم. ايوا صافي قررت فعلا نتزوج خوتي. واحد النهار جاو خواتاتي اللي كانوا متزوجين، المهم كل وحده فيهم مزوجه، هما بعادين علينا شي شويه وكنتجمعوا واحد المره هكا في السيمانه ولا اعياد والمناسبات. وداك النهار جالسين كاملين مجموعين على الطبله بقاو كيهضروا. حطات عليهم ماما الفكره، قالت لهم انا بغيت نزوج خوتكم. ايوا خواتاتي عجبوهم الحال، قالوا لها فعلا ماما حسن الزواج راه زوين ومنها يولبسوك ويديروا وليدات عاوتاني يعمروا عليك وهذا. صافي اتفقوا بيناتهم. المهم بابا قال لها نزوج واحد خوتي بنت اختي، وماما عاوتاني حتى هي قالت لها غنزوج بنت اختها. يبغيو ياخذوا الاقارب، ما بغاوش ياخذوا شي حد اللي براني. بالفعل دازت الخطبه، داز العرس، دازوا التحضيرات كلهم على ظهر اختكم. المهم تزوجوا سنيت على العرس وداز نهار العسل وداز، رجعوا للدار. حنا رجعنا للمشاكل. انا عند بالي كان ملي غادي يرجعوا للدار غادي نتهنى، عيات. بابا كان مجهز داك الفوق على حسابهم وقسموا لهم، كل واحد عطاه النص ديالو، قال لها انت ديالك عندك في شومبر ديالك وعزكم الله بيت الماء، والاخر عاوتاني هكاك باش ما يبقاش ينوض صداع بيناتهم. ايوا صافي حنا قلنا الامور غادي تقاد وغادي تبدل وغيجيب لي الله انا اللي يعاوني واللي ونسني، خصوصا انها وحده بنت خالتي وحده بنت عمتي. ايوا صافي. المهم بقات الامور غادا هكاك، ولكن اللي ما كانش في الحسبان اني غنكره علاش تزوجوا. غنقول نصاب لو كان غير بقاو ديال راسهم تخدم على جوج حسن نصدق خدمه على بعض. العرايسات ديالنا ما كيفيقوا، ما كيشقاو، ما كيتحركوا، كيفيقوا ياكلوا يرجعوا ينيسوا بحال داخلين لوطيل. انا في الاول كنت كنقول ماشي مشكله، ربما هادو يلاه باقيين يلا فرحانين براسهم نخليهم بلا ما نكدها عليهم بلا هذا. ايوا ساعه داكشي زاد فيه، خوت كيجلسوا يرتاحوا وانا نبقى نتسخر عليهم، طلع هبط لهذا جيب هذا امسح، ورجعت ثاني نفس الشيء. ماما كل مره تعيط لي بنتي عيط لهادوك يطلعوا ياكلوا، ومنين هبطوا ياكلوا طلعي انت جمعي البيوت ونقي الدنيا.
كنقول لها ماما ولكن كل واحد، تقول لي سكتي بلا كثرت الهضره طلعي عيطي ليهم وطلعي جمع الدنيا. هذاك الشيء اللي كاين، كنعيط ليهم كيهبطوا كياكلوا، انا كنطلع ثاني على وعدي وسعدي نقي داك البلوميان، نمسح السراجم، نمسح المرايات، نجمع البيوت. المهم رجعت حليمه العاده القديمه، كيما كنت في الاول. كنت كنسكس كنقول اودي خلينا على وجه ماما، هما باقيين عرسان جداد بلا ما نكد عليهم، ولكن بيني وبينكم داكشي طلع لي في الراس بزاف. عييت صابره، ملي كنقول لماما هضري معاهم كل مره تهبط وحده تعاوني، راه هاد كبير عليا وهما 4 الناس راه بزاف، انا كنت مقهوره هو غير 2 الناس. كانت كتقول لي ماما ايوا مرت خوك راه مسكينه كتوحم ما قادراش، والاخرى باقي حتى هي راه كتوحم وما غيقدروش على ديك الريحه. ومنين طلع عيات خوتي نقول له وحده فيهم اختي عاونيني شويه راه هادشي بزاف عليا، كتقولي لا انا راني باديني نوحم وما نقدر نهز شي حاجه ديال الثقل، وما كنقول لها انا ودي ما تهزيش شيء انا نهز غير نوري عاونيني. كتقولي لا نمشي عند الاخرى زين تقول لي لا انا ريحه جافيل وريحه ما كنقدرش عليها، غير ديال داكشي اللي بغيتي راسك. ايوا بزاف هادشي بقى بحال هكا. اليوم غدا كل وحده تخرج لي بهضر كل وحملوا بجوج بيهم كبرات كرشهم وداز لحم كامل على اختكم، طلعي جيبي فريده، هبطي فريده، سيري فريده، خاصه فريده. صافي تكرهت انا شي حاجه سميتها هاد فريده. المهم ولدوا العيالات ديال خوتي ولادهم داروا العام الاول داروا العام الثاني، ايوا انا اختكم باقيه هي طلع فريده هبطها فريده. عييت كنصبر، وملي كنقول لماما شي حاجه كتقول لي واصبري حتى انا غادي يجي رزقك، نهار يجي رزقك وغادي تهني. ايوا كنت كنسمع الكلمه في الاول كنت كنقول لها صافي جبت انا شي جواز، وحتى وليت كنقولها من الصاب لو كان يجي هذا الرزق، حتى انا غنبقى نصبر على عيالات الخوت. صافي مع الوقت الوليدات كبروا ولاو كيديروا نفس الشيء ديال والديهم، هما عندهم الفوق ديالهم بوحدهم ما يهضر معاهم حد. حنا لتحت عندنا بحال لوطيل يهبطوا ياكلوا ويطلعوا في حالاتهم، بصح كون كانت غير بحال هكاك يهبطوا في حالاتهم، خاصني انا نطلع نجمع لهم نلقى لهم رجالهم وولادهم، حنا ما بقيناش في جوج ولينا في 6 الناس. صافي بقيت بحال هكاك حتى النهار اللي غادي صافي غادي نعيا، غنقول لماما هادشي راه بزاف عليا، غادي نهضر مع خوتي كيما تهضر مع خوتك، صبري راه شي واحد جا يهضر مع باك على قبلك نتيا، الا عجبك وتفاهمتي انت وياه انت غادي تمشيو وترتاحي. قلت لماما انا بالفرحات يعني انا مفاهمه معاه من دابا، غير قول لي بسم الله، انا ما غنتشرط ما غنقول لكم لا طويل ولا قصير ولا خايب ولا، دابا غير عيطوا لي غير قولي لي بسم الله. وقالت لها بنتي غير صبري راه يلاه تفاهم مع باك. المهم فعلا هضر مع الوالد ديالي تفاهم معاه، السيد ما عندوش ما خاصوش، يعني على قد الحال غنعيش معاه بقسم الله. بقات تقريبا واحد 15 يوم على العرس، وحنا جالسين كنوجدو كاع فيما خاصنا شي حاجه كنوجدوها، داكشي اللي خاصنا مشينا تقديناه. المهم وجدنا على كل شيء. ايوا واحد النهار قررت باش غادي نجمع امي ونجمع خوتي ونهضر معاهم، عيطت لهم جلسنا في الصاله داروا كاملين مالكيه لاباس، انا كيصحاب لي غير نهضر زعما على العرس وداكشي ديالي، قلت لهم سمعوني مزيان، بغيت نهضر معكم واحد الهضره قبل ما نتزوج. بقاو شي كيشوف شي وكيتسناوني شنو غادي نقول. قلت لهم انا دابا انا غادي نتزوج وغادي نخرج من هاد الدار، ومنين نخرج ما غاديش نبقى نخدم عليكم. سكتوا كاملين بقاو كيشوفوا فيا. قلت لهم يا ماما ملي غادي نخرج انا ما غاديش تبقاي تطلعي للفوق وتخدميهم، انت رجليك ضارينك
وانا حياتك انا اللي كنطلع لك الطابق. ايوا كي غادي ديري ولا بقى بحال هكاك راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بقى ساكته بقات كتشوف فيا. ايوا بعدنا الشعب انت شي حاجه غادي نديرو. تلانا عشت هنايا سنين، حياتي كامله عشتها في الدار وانا طالعه هابطه لداك الفوقي نغسل ونقي. كنا غادي نزوجو خوتي وغادي نتهنى واحد شي شويه صدق كنقي ليهم ولعيالاتهم وزدت حتى ولادهم وماشي مشكله. وانا دابا غادا لداري وداري غير صغيره على قدي انا وراجلي، اللي قاعده بها غنجمعها ونخملها وندير لي في الجهد ديالي. خوتي ما عجبهمش الحال اش الهضره كتقول. قلت لهم ولكن انا ما بغيتش المشاكل يبقاو مورايا وما بغيت نتخاصم مع حتى شي واحد فيكم، ولكن اللي غادي نقول لكم ان كل واحد فيكم خاصو يتحمل المسؤوليه ديال دارو ومرتو. انا كيبقى فيكم الحال ملي شي نهار ما نطلعش للجمعه ولا نقول عيانه ولا نقول مريضه، ولكن دابا شكون غيجمع لكم؟ غادي تجمع لكم ماما بزاف عليها، هي غتخدم على عيالاتكم راه بزاف. المهم خوتي فهموا شنو اللي كاين، انا وصلت لهم الهضره بطريقه مباشره كل واحد يتحمل مسؤوليته، ماما ما خداماش عندكم. المهم هما فهموا بلا هادشي بزاف عليهم. ديك الساعه وين بابا قال لهم شوفوا انا غندير معكم واحد الحل اللي غير بكم وغاردينا، حيت الهضره الفريده راه عندها الحق، امكم ما غتبقاش تشقى عليكم وانتم من نهار تزوجتوا ما بغيتوش تحملوا المسؤوليه، تاكلين على اختكم وامكم. دابا ولادي كل واحد غادي نشري ليه دار ديالو، واحد الدار عندي قديمه واحد فيكم غيشدها ويصلحها ويكمل فيها، والاخر غنشري ليه بارطمه على قد الجهد ديالي، وديك الساعه غتحملوا المسؤوليه ديالكم وديال عيالاتكم وديال ولادكم. صافي خوتي عجبهم الحال وايدوا الفكره، وهكذا خرجوا خوتي بجوج مع عيالاتهم ووليداتهم، كل واحد بدا حياته بوحديته وقابل ولادو وعيالاته. وحتى انا تزوجت ومشيت لدار راجلي، ومن بعد ما خرجوا ماما سدات داك الفوقاني كاع قالت لك خلاتو لالا غير الضياف واش الضياف راه ما كيجي عندنا. المهم اخيرا انا بديت كنعيش مرتاحه، ويمكن لاول مره ماما فهمات انا شحال كنت كنهيا مني خوات عليها الدار وعاد حرفت بالحق ديالي. ومع مرور الوقت ماما تبدلات النظره ديالها، ولات كتقول انا كنت ظالمه ديك البنت، كنت معديه عليها. المهم ولا كل فيما يتزوج شي حد من العائله كيقول لبابا بغيت نمشي نسكن معكم، عندكم داك الفوق غير خاوي فين ما نسر راسي. تقول لهم ماما لا كل واحد يدير دارو كل واحد يعول على راسو. ولا شي وحده في خباتاتي قالت لها ماما راه بغيت نجي نسكن تما، وحيد زعما من الديور اللي كانت كتقول لها لا بنتي انا جربت هادشي قبل منكم ما بغيتش نعاود نفس الشيء، بنتي قلبي على راسك ولا قلبي على شي سكنه اخرى وخلينا انا وياك في الثقه. المهم ماما عرفت ان اللي كيعيش في دار وحده مع العائله خاصو يعرف يدير حدود لكل حاجه، كل واحد يهز المسؤوليه ديالو لراسو ماشي يبقى الدرك على واحد. اما انا بقيت كنقول الحمد لله اني قبل ما نخرج من الدار قلت كاع الشغال وخليت ماما تشوف فكره اخرى ونظره اخرى، حيت البلاد ملي كيسكت بزاف ديما كياكل عصا. وانا هذه النصيحه ديال اي وحده، عمركم ما تحملوا مسؤوليه واخا يكون خوكم، تحملش مسؤوليه ديالو. هو نقولوا تحملت المسؤوليه ديالو هو ديال راسو، ولكن يتزوج الزوج ومرتو الدرك راه بزاف. المهم القصه ديالي هنا تسالات، وحتى تعطيون الاراء ديالكم وقولوا لي واش فريده كانت غلطه ولا كانت على صواب، واش هادشي اللي دارت معقول ولا ماشي معقول. انا بالنسبه ليا هادشي اللي دارت راه معقول جدا، خلاتهم يتوقدوا ويهزوا راسهم. اما كل ما كانش هضرات كانت غتبقى امها مسكينه حياتها كامله وهي خدامه عليهم. وحتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم، اللي عجبته القصه يخلي لي التعاليق والاراء ديالو، وكنتكون نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. السلام عليكم.